السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتل المنتخب المغربي للدراجات المركزين السادس والعشرون عالميا والثاني إفريقيا حسب الترتيب النهائي لسنة 2023 الصادر عن الاتحاد الدولي للدراجات، وبالتالي ضمن المنتخب المغربي الحضور في دورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024، وهي المرة الرابعة تواليا التي يشارك فيها المنتخب المغربي في منافسات الألعاب الأولمبية، حيث لم يغب منذ دورة لندن 2012 عن التواجد في الألعاب الأولمبية، مرورا بريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 التي أقيمت على غير العادة في 2021 بسبب جائحة كورونا. وبفضل نتائجه المتميزة وحضوره الوازن في السباقات الدولية والإفريقية وغيرها، تمكن المنتخب المغربي مبكرا من تأمين تأهله إلى أولمبياد باريس الذي تشارك فيه المنتخبات 45 الأولى في التصنيف العالمي. المنتخب المغربي سيشارك في صنفي دراجات السباقات على الطريق ودراجة BMX، إضافة إلى صنف دراجات ذوي الهمم في الألعاب البارالمبية. وفي خبر موازي، توج منتخب الشبان المغربي بطلا للعرب في السباق العام على الطريق في ختام منافسات البطولة العربية للسباقات على الطريق لسنة 2023 التي استضافتها السعودية بمشاركة منتخبات 12 بلدا. وأخيرا، دعواتكم لإخواننا في غزة مصداقا لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.